أقدم لسيادتكم شهادتي أمامكم وأمام الله للتاريخ بمناسبة نظر الطعون المقدمة من السيد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. أولا، جميع المبالغ المالية التي حولتها إلى سويسرا تمويل جزء من عقد كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك ومعاونيه، وكذلك المبالغ التي حولتها إلى السعودية لشراء عقد اللاعب التونسي فرجاني ساسي من ناديه للحصول على الاستغناء لينضم لصفوف نادي الزمالك، أو التي تم تحويلها لصفقة اللاعب التونسي حمدي النقاص، وأيضا الملابس التي أرسلتها إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك. وأؤكد أن كل هذه المبالغ السابقة كانت في الأصل هدية مني لصديقي وأخي المستشار مرتضى منصور. عايز أسمع تاني عشان الكلام سمعهم تاني. وأؤكد أن كل هذه المبالغ السابقة كانت في الأصل هدية مني لصديقي وأخي المستشار مرتضى منصور، وطلبت منه أن يأخذ هذه الأموال لنفسه ويتصرف فيها كيفما شاء، ولكنه اعتذر واستأذنني أن يتم تحويل هذه الأموال لصالح تمويل جزء من صفقة التعاقد مع المدير الفني السويسري كريستيان جروس ومعاونيه، وكذلك تمويل صفقتي شراء اللاعبين التونسيين فرجاني ساسي وحمدي النقاص من أنديتهما، وأيضا شراء ملابس للاعبي الفريق الأول بنادي الزمالك. ولقد سبق أن أعلنت شهادتي هذه بصفة علنية في محادثة هاتفية على الهواء مباشرة مع الأستاذ سيف زاهر في قناة أون سبورت. ثانيا، وأوضح أن المبالغ التي تم تحويلها إلى كريستيان جروس ومعاونيه بسويسرا هي 3 أشهر فقط، ونادي الزمالك سدد لهم باقي الشهور الأخرى المتبقية في عقودهم. المبالغ المالية التي تم تحويلها لشراء عقد اللاعب فرجاني ساسي من ناديه السابق كانت مقابل حصول نادي الزمالك على الاستغناء من ناديه لينضم لفريق نادي الزمالك، ولم أساهم في تمويل أي مبالغ في عقد اللاعب مع نادي الزمالك، ونادي الزمالك هو الذي تكفل بدفع مستحقات اللاعب طوال مدة عقده. المبالغ التي تم دفعها لتمويل صفقة شراء اللاعب حمدي النقاص حولتها مباشرة إلى ناديه في تونس. لم أساهم في تمويل صفقة شراء اللاعب المغربي خالد بوطيب، ونادي الزمالك هو الذي تكفل بقيمة شراء عقد اللاعب من ناديه للحصول على الاستغناء، وكذلك نادي الزمالك تحمل دفع مستحقات اللاعب المنصوص عليها في عقده. أما الملابس التي أرسلتها هدية مني للفريق الأول موسم 18-19 فقد قمت بشرائها وشحنها إلى مصر هدية مني للمستشار مرتضى منصور بناء على طلبه، ولم أحول أي مبالغ مالية إلى نادي الزمالك بخصوص شراء هذه الملابس. وأخيرا، أؤكد لحضراتكم أن أي تحويلات مبالغ مني إلى مصر لم تكن لها أي صلة مباشرة أو غير مباشرة بنادي الزمالك أو خزينته، فكانت كلها لأمور خاصة بي شخصيا. أخوكم المستشار تركي آل الشيخ. ده للمحكمة 150 مليون مرتضى قال مش عايزهم عشان عندي كرامة وكبرياء. هي كرامة النادي جماهيره وأعضائه. ده اللي العيال بتقل أدابها دلوقتي. قال 150 مليون وده 200 مليون. أي واحد تاني بتوعي. عرفتوا بقى؟ تعالوا. اتفضل. هات بقى الورق ده. لو تعبت تخلي حد يقعد كده او يقف. انت دلوقتي هتاخد ايه؟ 3-4 كيلو شكيمه. اي حد يا جماعه بس يكون معارض عنده وجهه نظر ثانيه. تعالوا. لا تعال. لا عايزك تشتكي. والله تيجي تشتكي. يا عم تعال. لا هو انت اسمك ايه؟ مين؟ ما تيجي مش انت تطلع في التلفزيونات؟ عايز حد بيطلع مع بنتي كده نقعد نكلمه اي كلام ما بفهموش. مين؟ خيري مين؟ ده مش شايف فين؟ يوم السبع؟ فين يوم السبع؟ تعال انا عايزكم تشتكوا كلكم. تعال. في اي حاجه من اللي انت قالتها امسك الميكروفون. اي كلام؟ كل ورق موجود قانوني اهو، كل الورق موجود. امال مين بيغطي دلوقتي القرار 24 وانت هنا؟ انت عشان كده ماشي. طيب احنا جينا بقى لقينا اللجنه لما كان لجنه حسين نبيل اللي جاب عصايه الغاليه اللي كان في قطر، مش هقول اسمك مش هشترك يالا،
معايا كده؟ برزنتيشن ده 78,850,000. دول كانوا بتوعنا احنا قبل ما نمشي. تمام؟ خليك معايا ما تخافش. وبعدين نمشي كده مع بعض. عارض مصطفى محمد 1,995,000 دولار. نمشي واحدة واحدة كده. الإجمالي فين كام؟ 96,720,000. تمام. الأكاديميات جابت كام؟ 6,597,000. تمام. يحيى خالد كام؟ 125,000 يورو. مطروح جاب كام؟ 6,594,000. الإجمالي كام؟ 405,102,000. لم نص مليار. قول لي جبت مين يا لبيب انت ولاد؟ ما تطلع يا رجال يا بتوع كلاب هوس. بدل ما تهوهوا هناك تعالوا. أول يوم السابع وده القرار 24. طلع كام المبلغ اللي لمه؟ لا 405,182,000. تمام. لم كام المحلات اللي احنا خليناها بأحكام انا واخدها؟ 121,531,000. لم كام إيجار؟ 58,298,000. خد كام البنك التجاري الدولي وقدم؟ 21,250,000. ده ليه قصة. البنك التجاري كان 12 محل واخدهم ايام ممدوح عباس، ايام كمان درويش كنت انا رئيس اللجنه القانونيه ورئيس مكتب رفاع القضيه. المهم في شهر 2/2020 صدر حكم باخلاء المحلات. قعدنا نتفاوض مع البنك. كان موجود ايامها هشام عز العرب راجل محترم، واخونا عمرو الجنايني، والاستاذ اسمه اللي هو بتاع يحيى ولا اسمه يحيى مش كده؟ اتفقنا انهم يدفعوا 150 مليون ونسيب لهم المحلات والناس. حسين لبيب خد 21 مليون اهو وتنازل عن 150 مليون. كم يا ابني خد؟ فين حسين لبيب؟ اهو بنك التجاري 21,250,000. لما رجعت انا بقى قلت لهم لا حطوا لنا رمله على البنوك، اقفلوا البنك بالرمل. خدت ال 150 مليون تاني. هتقول لي فين؟ هقول لك دلوقتي. وهتقول لي انت مش انت اللي تحاسبني، حاسبني ربنا وجمعيته العموميه، بس هقول لك برضه هريحك. تصعب عليا لما تقعد بالليل تفرق وعايز اي حاجه تقل ادبك بيها. طيب الوزير جاب لهم كام مليون؟ تاني يوم اللجنه 100 مليون. كانوا بتوع ايه؟ كانوا ليا عند الشركه ادي 100 مليون. وده بدع بكام؟ 10 مليون. تمام. تبرعات بقى مشجعي الزمالك ناديك وناديك. دكتور خالد الطوخي دفع 10 مليون. دفع كام؟ المجموع كله كام؟ 12,261,000. يبقى احنا لمينا كام شحاته؟ 2 مليون. يعني فضحتونا بكام؟ ب 2 مليون. امال فين التبرع بتاع الراجل بتاع البتاع دوت، البتاع اللي محشي قرف ده؟ اسمه ايه؟ فين تبرعه؟ مفيش. ده هو اللي كل اللي عمله 2 مليون لزيزو و2 مليون لسيف علشان يعملوا له اعلان. ادي رجال اعمال الزملكاويه. فين تبرعات؟ طلع لي التبرع بتاعه. تعال اهو. ادي كل التبرعات قدامك اهي. ده وزاره الشباب تبرعات اهي.
كام؟ تبرعات مشجعي نادي الزمالك 12,261,000. دعم من مديريه الشباب والرياضه 10 مليون. خالد دفع 10 يبقى 2 مليون. فضحتونا ب 2 مليون. مع احترامي طبعا للي دفع. عايزين ترجعوا تاني؟ تعالوا اشحتوا. تعالوا افضحونا. يبقى المجموع كام هنا المجموع؟ 405,182,000. عايز حد ذكر من بتوع اللجان يقول لي وداهم فين؟ كل العقود بايظه. سيف الجزيري احنا لسه مقابلين مصلح عقده. مش كده؟ زيزو لسه عاملين له عقد. صبحي كانوا سايبينه ببلاش، احنا عاملين له العقد. هنتكلم دلوقتي عن امام عاشور والكهرباء. يعني ما تقلقوش.